انا هنا موفره لك ده مصري. ده اللحاف بقى اللي انا بقول لك عليه الصيفي. ممكن نشوف حاجه؟ ممكن نشوف حاجه. ده الصيفي بقى. ده الصيفي. افتح لك حاجه. يعني الناس برضو بتحتاج، العروسه بتحتاج معاها لحاف صيفي؟ بتحتاج معاها لحاف صيفي. تعالي هنا فتحي لي. ده اللحاف الصيفي اللي انا بقول لك عليه. طبعا احنا الخامه بتاعتنا خامه حلوه قوي. طبعا هوريكي الفينش بتاعه عامل ازاي والتقفيل. ده بنسميه اللحاف الاسترايب. ده ناعم قوي. ده طبقه تحفه. واخد طبقه فايبر كامله. وانا هوريكي اقول لك كمان ومعاه 2 خداديه في حاجات. ده واخد قطن على ستان رهيب حلو قوي. على فكره يا بنات الستان حلو قوي كمان للبشره، للشعر، للبشره. انا عن نفسي ما بحبوش بس هو صحي جدا. يعني بيشيل الشحنات اللي في البشره وبيحسن ملمس بشرتك جدا. ده اللحاف الشتوي بيبقى واخد طبقه فرو حلو قوي. ده بيدفي قوي في قطيفه. طبعا عندنا كمان تشكيل لحفه حلو قوي. البنات كمان اللي هي بتحب ان هي تاخد الحاجات الالوان الفاتحه. طبعا جايبه لكم حاجات سيمبل وساده وحلو قوي جدا جدا جدا. وجايبه لكم كمان الحفه اللي هي مصري فرو الثعلب وفرو الارنب. بالنسبه للحفه الشتوي بنحتاج لحاف او لحافين. تمام. فقط. ده لحاف للاوضه الكبيره. ده احنا ده كل بنات. انا بتكلم على الاوضه الماستر. انا ما لو في بنات بتجهز اطفال اي حاجه بقولها للاطفال. لما اقول لك لحاف هو بيبقى دبل. يعني الباكج بتاعه بيبقى دبل. لما نقول لحاف بيبقى لحافين. طيب يعني الاوضه الكبيره، اوضه العريس والعروسه، بتحتاج لحاف او 2. لحاف او 2. وكم بطانيه؟ بتحتاج بطانيتين فقط لا غير. ممكن ناخد اللي عايز الاسباني موجود عندنا. فين البطاطين